الوحوش المرعبة التي لن تتمنى أن تراها في خيالك. فهؤلاء ليسوا من البشر العاديون مثلنا، ولكنهم خارقون بقدرات تخطت القدرات البشرية الطبيعية، ووصلوا للقدرات الجسدية والعقلية والنفسية الخارقة والمستحيلة، حينما تم دفعهم إلى أقصى درجات التحمل المستحيلة في تدريبات الموت المرعبة. 3 فرق خاصة أصبحت من أقوى فرق العالم الخاصة، وتم تدريسهم وتدريس عملياتهم في الكليات الحربية والعسكرية حول العالم، ليصبحوا فخر مصر وفخر الوطن العربي. إنهم كتائب الموت ال3 المصرية، فرقة 333 وفرقة 3 9 وفرقة 3 7. فمن هم؟ وكم هي أعدادهم؟ وما هي عملياتهم؟ وكيف تم إعدادهم ليصبحوا الأشباح التي أرعبت العالم وإسرائيل وداعش والقاعدة؟ الوحدة 333، والتي سميت بالنمور السوداء، وهي تابعة مباشرة لوزارة الداخلية، وتأخذ أوامرها من وزير الداخلية ونائبه، ومهمتها تحرير الرهائن وعمليات مكافحة الإرهاب الدولية، ولكن داخل الحدود المصرية وليس خارجها. ومن أشهر عملياتها مؤخرا عملية القبض على خط الفيوم، وهو مجرم شهير بالفيوم طالما أرعب أهلها. وفي يوم قام باحتجاز 12 شخصا حاملا أسلحة ثقيلة، وبعد محاولة الشرطة التفاوض معه لإطلاق سراحهم وتكرار النداءات بترك المحتجزين، أرسل وزير الداخلية فرقة النمور السوداء، وفي 12 دقيقة فقط من وصولهم تم تحرير جميع المحتجزين دون إراقة نقطة دماء واحدة، وتم إذلال وإخضاع خط الفيوم بصورة القبض علي المهينة، والتي انتشرت في الفيوم للسخرية من رعبه وخوفه. الوحدة 3 7، وهي فرقة عسكرية تنفذ عملياتها داخل وخارج حدود مصر، ولكنها لا تشارك في الحروب، وهي تابعة لجهاز المخابرات المصرية، وهي مختصة بمهام مقاومة الإرهاب الدولي الواقع ضد مصالح جمهورية مصر العربية، حيث مهام الاقتحام وتحرير الرهائن في المنشآت والسفن والطائرات، سواء إن كان الإرهاب من إرهابيون أو دولة معتدية تحتجز أبناء مصر. تنفذ عملياتها في الأرض وتحت الأرض، وفي الجو وعلى الماء وتحت الماء، وهي أخطر بكثير من الفرقة 333. فحينما ترى فرقة الداخلية أن المهمة تتخطاهم وتتخطى قدراتهم، فيكون الحل في فرقة أولاد الأبالسة، فرقة 3 7. وهذه الفرقة المرعبة لديها واحدة من أخطر عمليات تحرير الرهائن، والتي تم تدريسها في الكليات العسكرية. حينما تم احتجاز سفينة مصرية جرحت بالخطأ قبالة سواحل إسرائيل، وحينما طلب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من شيمون بيريز إطلاق سراح البحارة، وحاول المساومة من أجل إطلاقهم لتسليم جاسوس إسرائيلي تحتجزه مصر، قام مبارك بإغلاق الهاتف في وجهه، وأعطى أوامره لجهاز المخابرات بإنزال أولاد الأبالسة لتحرير الرهائن. وفي خلال ساعات تم تحرير الرهائن وتفجير السفينة الجانحة حتى لا تستفيد إسرائيل بها، وعادت قوات 3 7 دون أن يصاب أحدا منها أو من الرهائن بخدش واحد. لم تكن إسرائيل قد أعلنت عن احتجاز الرهائن، فلم تستطع الاعتراض دوليا، وجن جنون شيمون بيريز وآرييل شارون. الوحدة 3 9، وهي أقوى وحدة في دولة مصر كلها، وصنفت ثاني أقوى وحدة خاصة في العالم كله، ولقبت بفرقة الموت الأسود بسبب كونها تأتي بالموت والدمار والهلاك لأعدائها بشكل مرعب ومخيف، حيث ترسل هذه الفرقة لتنفيذ عمليات إبادة الأعداء وأسرهم ودب الرعب في قلوبهم بأساليب مرعبة ومخيفة. تم تدريبهم بطرق تتجاوز حدود الخيال وحدود طاقة الإنسان البشرية، تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، وتدريباتها سترعبك وستصدمك. فهؤلاء يتم اختيارهم من صفوة وحوش قوات الصاعقة المصرية،
ويتم تدريبهم لما يقارب العام، وهذا بعيدا عن تدريبات الجيش والصاعقة الذي تلقاها الأفراد الذين تم اختيارهم، فيتم تدريبهم من جديد في تدريبات الموت الأسود. مرحلة التعايش. في الشهر الأول تبدأ مرحلة التعايش، وهي أن يتم وضعك في بيئة حرب دون طعام أو ماء. تأكل ما تجده من حيوانات سوداء إن كانت ثعابين أو حيوانات وطيور برية. تشرب من ماء الندى الصباحي لا مواعيد نوم. فجأة ستجد قنبلة صوتية تنفجر بجانبك وأنت قد بدأت النوم منذ دقائق، فحينها ستتعلم أن تسمع صوت الذبابة وتنام كالضباع والوحوش، وقد أقلمت عقلك أن يعمل وأنت نائم. مرحلة التأهيل. ثم تأتي مرحلة التأهيل البدني والعقلي والعسكري. السباحة لمسافات تتجاوز 20 كيلو في المياه شبه المتجمدة، والغوص بدون بدلة غوص لأعماق مستحيلة للإنسان العادي تحت ضغط المياه المرعب، والجري والمشي لمسافات تتجاوز 90 كيلو تحت أشعة الشمس التي تصل إلى 45 درجة مئوية. وفجأة سواء إن كنت تمشي أو تسبح سيخرج أشخاص فجأة يقومون بمهاجمتك لأخذ سلاحك وإخضاعك، وإن فشلت ستعيد الجري من جديد ومن جديد ومن جديد حتى تنجح في مقاومتهم والحفاظ على سلاحك. ومن الممكن أن تهاجم في أي وقت وأنت نائم أو تأكل أو تمشي في وحدتك، ويدعى هذا بالهجوم المباغت. لذلك يكون الفرد من ال3 ساعات على أتم الاستعداد للهجوم والدفاع في أي وقت مهما كان، حتى حينما يكون في منزله وإجازته بين أفراد أسرته يظل عقله القتالي يعمل بشكل مرعب يتجاوز حدود الخيال. أعدادهم وهوياتهم. لا يعلم أحد عدد أفرادهم وهوياتهم إلا 3 أشخاص فقط في مصر، وهم رئيس جمهورية مصر العربية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش. فالوحدة مقسمة لعدة فرق مختلفة، وكل فرقة لها رئيس يعرف فقط أفراد فرقته وعددها وهوياتهم، ويعرف أفراد الفرقة بعضهم البعض، ولكنهم ليس لديهم أي معلومات عن الفرق الأخرى، بل أن عائلات أفراد الفرقة لا تعرف أن أبنائها أعضاء في فرقة 3 ساعات المميتة. التسليح. يتم تدريبهم على جميع الأسلحة بدءا من استخدام سكين صغير إلى استخدام دبابة وقيادة طائرة، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة غير التقليدية كالعصا والورق والأقلام في تحويل أي شيء مهما كان لسلاح مميت. ففرد ال3 ساعات يمكنه قتلك بأي شيء حتى بيداه العاريتان، فيمكنهم قيادة دبابة أو مدرعة أو مروحية أو طائرة حربية أو طائرة ركاب أو سفينة وباخرة. ويتم تسليحهم بكل أنواع الأسلحة الحديثة والمصنعة خصيصا لهم وتفكيك وتركيب الألغام. ويتم تدريبهم على الإسعافات المعقدة والعمليات الجراحية وكل أساليب القتال مثل الكونغ فو والكاراتيه والمصارعة. ويوجد بينهم أفضل قناصة العالم كله، والذين هم قادرين على إصابة أهدافهم من مسافات تبدو مستحيلة. عملياتهم. لا يعرف تحديدا عملياتهم بسبب السرية الشديدة حولها، ولكن تم الإعلان عن عملية واحدة لهم منذ سنوات حينما قامت الفرقة بإبادة معسكر كريم الوهداني التابع لداعش. فعدد قليل جدا استطاع إبادة معسكر داعشي من 100 فرد، فقاموا بقتل وإبادة 70 إرهابيا وأسر 30 منهم تم جلبهم إلى مصر مثل الماشية، ومحاكمتهم محاكمة عسكرية وإعدامهم، لتكون فرقة 3 ساعات الفرقة التي تجلب الموت الأسود المرعب لأعداء مصر وأعداء الوطن العربي.